الصدارة. نهنيكم كنموت عليكم بزاف. قدرت اني ما اشغل لكم موسيقى واهنيكم يا اهل المغرب بهذا الفوز الكاسح الواعر الزوين بزاف على القليب ديالنا، بيض الوجه ديالنا، وكنا متعشمين فيكم وحاطين بكم الامل انكم تفوزوا، يكون الكاس ان شاء الله يعني من نصيبكم ويكون من ديالكم. الكاس ان شاء الله يكون مغربي، انتم دائما مبدعين، ويوم تكون مباراة فن تمثيل غناء ويلي عيقتوها بزاف صراحة، عيقتوها بزاف واعرة، كانت المباراة واعرة، اويلي واعرة. طبعا احنا هذه الايام نحتفل وسوف نحتفل بالعيد الوطني باذن الله تعالى للدولة العظمى الشقيقة الجميلة المتصدرة، المستقبل، التطور، النهضة، القيم، الإنجاز، الإبداع، التميز، ديرة النهضة الإمارات. دوم عيدكم وكثر الله أعيادكم وكثر الله مناسباتكم، عساكم ضرع عن العرى، يبارك بهالديرة ومن سكنها، يبارك بشيوخكم ويبارك في وليين أمركم ويطرح فيكم البركة، ويجعل دائما هذه الديرة في صدارة وفي تطور وفي إنجاز. أنتم نحن ونحن أنتم، أي شيء تقدم الإمارات اليوم يكون فرحة لنا كلنا. أعتقد 51 سنة من النهضة والتطور والإنجاز. الإمارات هي مثال حي للتطور والإنجاز وللنهضة وللقيم. دولة انهضت بشعبها وبمكانها وصارت من أرض بسيطة خلينا نقول إلى مثال يحتذى به في العالم بأسره ومحط أنظار للعالم كله. و يعني السائح المقيم المواطن يستمتع بالإمارات ودبي وهذه الدولة الجميلة، مثال فعلا يحتذى به بالتطور والنهضة. ونتأمل ونستبشر ونتمنى دائما لكم الأفضل بالتطور والإنجاز والعطاء. اليوم أعتبر نفسي إماراتي، بحريني، قطري، كويتي، فهذه الديرة اللي كانت وما زالت معطاء لشعبها ومن حولها زايد الخير، رحمة الله عليك، مثال لازلنا دائما. أنا أقول لكم عن أن الواحد لما يدعو يقول يا رب زيدني على عمري عمر، هو بمعناته زيدني على عمري عمر أن أنا أعيش زيادة عن اللزوم، لا، عمر على عمري هو مثال حي عندكم الشيخ زايد رحمة الله عليه طيب الله ثراه، إن عايش بإنجازاته وبصيته الحسن وبأعماله الخيرية، وعياله وأجياله وشعبه يتوارى وينجز ما زال، فللحين يذكر الاسم. هذه هو العمر اللي على العمر اللي احنا نقول دائما الله عطني عمر على عمري. هذه هو العمر اللي على العمر، ان الواحد يكون له صيت، عمله، انجازه، تطوره. الله يرحمه الشيخ زايدي ويغمد روحه الجنة، زايد الخير، اللي عياله الحين فيهم البركة، أحفاده فيهم البركة، شيوخهم فيهم البركة، خذوا هذه المسيرة وقاعدين يمشون على نفس الدرب ونفس المنوال في العطاء والأعمال الخيرية والتطور. لذلك صيته لحم موجود وعسى ما ينطفي صيته لليوم واحنا نقول الشيخ زايد، لأن رب العالمين عطاه على عمر وكلهم الحين محمد بن راشد وكل شيوخ الإمارات ما شاء الله ما شاء الله. بقول لكم مثال يحتذى به، مثال وخير مثال للنهضة والتطور. نتأمل ونستبشر ونفتخر ونرفع رؤوسنا بإنجازاتكم. نحبكم ونودكم ونحترمكم وفخورين فيكم.
اليوم مواطن بحريني، أكن لي ديرتي كل الحب والاحترام والوقار والولاء، ولكن أنا اليوم أطلع قليل أصل لما أنكر فضل الإمارات علي أنا كشخص في المحبة والعطاء والاحتواء. احتووني، فهما انتم لكم فضل علي. ما اعرف شلون اعبر لكم عن محبتي، ما اعرف شلون اشكركم، ما اعرف شلون اوصل لكم هذه المشاعر المكنونة اللي فيني من حب وتقدير وامتنان حق هذه الارض. نحبك يا الامارات، نحب ارضك، نحب ترابك، ونحب من سكن عليك، ونحب شيوخك، ونحب ولي امرك، ونحب شعبك، ونحب ناسك، ونحب عطائك، ونحب خيرك. فانا اليوم اقول لكم أهل الإمارات لكم محبة عظيمة عند أهل البحرين، لكم احترام، لكم امتنان. اليوم احنا رافعين راسنا، وبعيدا عن أن أنا مشهور وهاتف إعلان، أبدا أبدا. حبي لها الإمارات ما فيها أي مصلحة ولا شيء. عطوني، حبوني، احتووني، هذه هي الإمارات. فاتحة صدرها، فاتحة بيبانها للخير وللطيب والكرم. يعني شو أتكلم عن شيوخهم؟ ما شاء الله، يا وساعة الصدر، يا شراحة النفس، يا الابتسامة، يا التواضع والبساطة، رمز للبساطة والتواضع. أتكلم عن شعبهم الحبيب اللبيب المبتسم المحترم، اللي عنده يعني احترام وعقل متفتح يحترم. هذا هو الانفتاح، باني اكون يعني ممكن اقول انا هذا الكلام لاول مرة، ولكني لقيت الحب من شيوخهم، من أكبر العوائل، من أبسط العوائل، من عامة الشعب، من الناس كلها، من الإمارات، من جميع دبي، أبو ظبي، عجمان، كلهم، رأس الخيمة، كلهم ما بأبخص بحق أحد. احتووني، قدروني، اكتشفوا فيني أشياء أنا ما كنت متوقعها، ابرزوا جمالي الداخلي، عرفوا انا في شنو متمكن، خلوني اعرف شلون اطلع هذا الشيء اللي فيني، لانهم مقدرين للمواهب، مقدرين للمواهب. احبكم، ما في كلمة اقدر اوفي، يعني كلمة توفي اقول لكم شكرا قليل لمن اقول لكم شكرا، والله قليل. كلمة شكر في حقك قليلة يا الامارات. ما اعرف شلون اوفيك حقك، ما اعرف شلون اوفيك حقك، ما اعرف شلون ارد لك هذا الجميل. اعطيتيني اعطيتيني اهل، اعطيتيني صحبة، اعطيتيني ناس تحتويني، تطبطب علي، ما تخلي علي قصر ابدا. وبعد ارجع اقول لك مو بالاشياء المادية ولا اعلانات، واساسا انا يعني جدا اعلاناتي قليلة في الامارات، ان تجيني بس اعلاناتي قليلة هناك، لأن دائما حريص لما أكون في الإمارات والله العظيم أن تجيني إعلانات لين هني. بس تعرفي شنو أفكر؟ أقول ما أبي في يوم أحسسهم أن أنا جيتهم علشان إعلان، أنا أبي أرويهم أن أنا أحبهم هم، أحب شخصهم، أحب طيبتهم، أحب كرمهم، أحب تقديرهم. والله أنها خنقتني العبرة، ومو بعارف شلون أوفي لكم. ممتن لك الإمارات، فضلك علي ليوم الدين يا الإمارات والشعب الإمارات، فضلكم علي ما أنسى. وهذه إحنا اللي تعلمنا من ديرتنا ومن شيوخنا، من إحنا ناس ما ننكر فضل أحد علينا. فضلكم ما أنسى طول عمري، شلتوني وعزيتوني ورزيتوني. صراحة أنا إنسان أحب أوصل مشاعري وما أنكر فضل أحد علي، فشكرا لكم. وكلمة شكر قليلة، ما أعرف شلون أوفيكم حقكم، ولكني أحبكم جدا. طال الزمن ولا قصر، لو وين، لو مو بشهر، لو أوصل القمر، بتم كلمتي فضل الإمارات علي ما أنسى.
وفضل الخليج، ولكن احنا في الايام الاماراتيه فلازم نعطيهم حقهم ونوفيهم حقهم. شكرا لكم واحبكم جدا. صراحه ما اقدر ما اشارك معكم في الافراح. بكون ان شاء الله متواجد في تاريخ 7/12 في الامارات، بس بوي علشان اشارككم فرحتكم. واعرف بوي شوي متاخر، ولكن لانه ما بقدر مع الاسف الشديد، لكني بكون متواجد اشارك اهلي وربوعي واهني الناس، واكون ابي احس بهذه، عرفتوا هذه الروح الجميله، الفرحه الاماراتيه. صدق ما بلحق على المسير ولا بلحق على شيء، ولكني يعني بكون مستانس و ابي اهني فيس تو فيس. انا ما امن بالواتساب يعني صراحه ان مبروك، لا احب اجي واتعنى حق اهل الامارات عشان اهنيهم وابارك لهم. والشيء اللي اقدر عليه يعني لما اجي اقدر اسويها هذه قبل هذه. المهم ان شاء الله نشوفكم كلكم هناك على خير. والله قلت حق ربعي ابي اطلع، قلت حق حمد يعني بوري، قلت له ابي اطلع، ابي اشوف الناس هنا، يعني ودوني القريه العالميه، ابي امشي واسلم، ابي اعبر لهم عن مشاعري فيس تو فيس. انا لا اؤمن بالتكنولوجيا وواتساب وصوتي، مو حلو. حالات المشاعر توصل يعني في تجاوب في المشاعر. بكون موجود عندكم 7/12. المهم الوقت متأخر أدري، رايح أخذ لي أكل، جوعان بموت من الجوع. تخيلوا ما أكلت إلا بوفاك، فقط بوفاك البحرين. خاطر راح أخذ لي من جازميز اوبن داي. اليوم اوبن داي، اليوم المفتوح للمائدة. ما كليت يعني ما تغديت، يعني اللي كليته من ساعة قدامكم شوي عسكري وشوي دي، بس هذه مو اكل، ما يعتبر اكل. ابغى اقضي روحي. الله يخاطري جزميز. هلا بالبيج جي، هلا بالميجا جي. واو ما شاء الله ازدحام. شنو اخذ لي ويبه؟ خاطري في دجاج اخذ لي ولا لحمه؟ بس لو باخذ لي كله ميجا جي. انا وجبتي المفضله من عند جازميز ميجا جي اب سايز اونلي تشيز without مايا ولا سلطه ولا احب، بس يعني يصير خاطري اونلي تشيز سيس. اي عليك يا نوف يا معودة، عاش من شعافك انتي يا حلوة. لما طلع لي عليك سالم دوم وزود حبيبة قلبي يا نوف، على الكلام الجميل تسلمين، دمتي وسلمتي. يعني فعلا مهما يفتحون محلات برجر، يفتحون محلات فاست فود، يبقى الأحلى والأفضل واللي ما في نفسه أبدا جازميز. واو، على كثر ما ناكل برجر في أماكن غالية وأماكن بي، ويقول لك ذي اللحم مدري من وين ذي، طعم يعني الروتي خالي، بس لو تاكلونه مال جازميز طعمه غير عن باقي المحلات. الشيبس مالهم أو لا ينن. واي لفة مستقبل. وي هلو ثانك يو. يبقى الأحلى جازميز، يعني أنا مهما ألف يبقى أحلى شيء عندي جازميز. ثانك يو. ما شاء الله طولون هالشعر، بس قبل ما أسافر بسوي كذي خفيف، أحس بيطلع حلو. خشمي حكني. صدقون كل من يقول لي لا الطاولة خلت كذي، كل من يقولوا لي مصغرك.
ونصغي ورا عويج. توني رزي شباب. وين أكلي؟ أمس لقيت مضيفات عقب مباراة السعودية، شفت مضيفات يعني في البحرين ساكنين من المغرب يسألوني على الغمازة ديالي، يقولوا لي كان نبغى نشوفها في الطبيعة يعني طبيعية الشكل لما تستكشفها، إذا اسكت ما في غمازة طبيعية شوفوا الغمازة ديالي طبيعية، ما كانش باين يعني مسويها ولا شيء، عرفتوا؟ طبيعية. وين اوردري؟ الزراعة شلون؟ لحين يبيلها وقت. تملي معك. شكرا حبيبي، تسلم. يعافيك حبيبي، انت يعطيكم العافية. تسلم حبيبي. يا خليلهم عارفوني، الشهرة بلوى. فنزاتي من جزميز حبايبي عليهم. سبحان الله عندي قبول يعني اينما ذهبت. حرة ليكم منهم لحد يرفع الاسعار مال الكريم. تعرفون هذه صندل انا او يمكن ولا حد استخدمه، خالتي اول واحدة استخدمته كان ب5 ربيات كنا او بدينار، ولا احد يدري عنه، مركون في اماكن الحواي على زاوية مغبر، ولا حد يستعمله. كريم صندل استعملته يبيض بطريقة مرعبة. تكلميت عنه يوم كنت في دبي والله العظيم، وصوريت المكان اللي شريت منه في دبي. يوم كنت ساكن في دبي، انا كنت ساكن في دبي تعرفون في مردف، فصورته هناك. يومها اللي في الخليج والله انه من غير اي مبالغه، الناس لان سمعوا من عندي صندل، فكل الخليج قاموا يروحون اماكن الحواي ويشترون هاي الكريم. الحواي نفسه محلات الحواي نفسهم يقولون ليش تاخذون هذه من يعني حتى محلات هذين الحواي مال الاعشاب يقولون من اللي متكلم عنه اللي خلص الكميه خلصت وهو من سنين مركون، ولا حد شاله ولا حد شراه، ما حد يعرفه. اللي انا يوم تكلمت عنه ثاني يوم